السلام عليكم متابعينا الكرام، مرحبا بكم على قناتنا ماروك ام تي في هذا الفيديو غادي نشوفوا تصريح مهم لمستشار الرئيس الامريكي دونالد ترامب. واش حنا امام منعطف تاريخي غادي ننهي ملف الصحراء المغربيه بصفه نهائيه. اليوم كاين كلام كبير وتصريحات زلزاليه جات من قلب البيت الأبيض، وبالضبط من عند مستشار الرئيس ترامب مسعد بوز. المعطيات اللي غادي نكشفوها اليوم ماشي مجرد أخبار، بل هي مؤشرات على مرحلة الاستسلام أو التصنيف الإرهابي. علاش أمريكا بدات كتهضر بلغة الحزم بخصوص استفزازات السمارة، كيفاش يقدر قرار رئاسي واحد يقلب الطاولة على مرتزقة البوليزاريو ويصنفهم كتنظيم إرهابي دولي. خليكم معنا في هذه الحلقة الخاصة غادي نحلوا فيها هذه المستجدات ونشوفوا علاش شطحات الديك المذبوح ديال الخصوم الوحدة الترابية هي الدليل على قرب نهاية هذا المسلسل. قبل ما نبداو ما تنساوش تدعمونا بلايك وبارطاجيو الفيديو باش يوصل الصوت المغربي لكل مكان. نبداو على بركة الله. واضح جدا من خلال الزيارة مؤخرا، زيارة نائب وزير الخارجية السيد كريستوفر لاندو وقائد قوات الأفريكوم الجنرال أندرسون، يلي هي كانت أيضا كان هناك عدد من المناسبات طبعا، وكان أهم مناورة العسكرية مناورة أفريكان لايون يلي هي من أهم الأنشطة والمناورات العسكرية اللي كانت ناجحة جدا، وهي مثل ما بنعرف يعني هي سنوية تقام مع عدد كبير من المشاركين بهذا الموضوع. وقام أيضا السيد نائب الوزير لاندو بافتتاح قنصلية عامة في كازابلانكا، وهذا أيضا كان إنجاز مهم يلي هي أجدد قنصلية اليوم أمريكية في العالم تم افتتاحها. ونحن نعرف أنه هناك في المغرب أقدم سفارة أمريكية في العالم في الرباط، فاليوم نعرف أنه يعني أصبحت المغرب تضم الأقدم والأجدد بالنسبة للوجود والتمثيل الأمريكي. أيضا لا شك أنه هناك أيضا بنفس الوقت نحن نتمتع بعلاقات جيدة ومهمة جدا واستراتيجية أيضا مع الجزائر، وكان هناك زيارة لنائب الرئيس لاندو وقائد الأفريكوم أندرسون مؤخرا إلى الجزائر، وهناك تعاون أيضا عسكري، هناك تعاون بيتعلق بمكافحة الإرهاب لا سيما بمنطقة الساحل أيضا، وهناك تعاون اقتصادي كبير ومهم جدا. ويعني هذا الموضوع إلى تقدم، فهذا شيء أيضا جيد ومهم. أما بما يتعلق بموضوع الصحراء طبعا يعني فينا نعتبر أنه الشق الإيجابي من الموضوع قدرنا نستحصل على قرار لمجلس الأمن في شهر 10 أكتوبر. قدرنا نستحصل على قرار 2797 اللي هو الحقيقة قرار تاريخي بما يتعلق بقضية الصحراء يلي هي عمرها 50 سنة. فهذا كان مهم جدا، لاقى ترحيب من قبل الطرفين، وهذا شيء مهم جدا. وقدرنا نقوم مثل ما الكل أصبح يعني مثل ما أصبح معروف ومعلوم أنه قدرنا نقوم بثلاثة لقاءات أو يعني مؤتمرات ضمت الأربع أفرقاء المنصوص عليهم ضمن هذا القرار لمجلس الأمن، قرار 2797 يلي هن بيتضمنوا المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليزاريو. كانت لقاءات جيدة ولقاءات نوعا ما مثمرة، ولكن طبعا نحن بانتظار تقدم بهذا الملف مثل ما ينص هذا القرار الأممي. يعني هذا على الأقل بالشيء الإيجابي. أما بموضوع
الذي أشرت إليه مؤخرا. هذا طبعا موضوع مؤسف جدا أدناه بأشد العبارات. سمارة تقصد. وهناك مبدئيا إجماع، طبعا إجماع دولي بهذا الخصوص. رأينا أن هناك إجماع يعني أوروبي وعربي وأفريقي أدان هذا الاعتداء، يلي من شأنه طبعا أن يؤخر هذا المسار السلمي. ولكن نحن طبعا نأمل دائما للوصول إلى حل يعني سلمي، حل بالتوافق، حل من عبر التفاوض، وحل يعني يرضي جميع الأطراف. إذا متابعينا الكرام، كما سمعتوا تصريحات ديال كبير مستشاري ترامب للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس، ماشي مجرد كلام دبلوماسي عادي، بل هو كيشرح المرحلة الجاية اللي غادي ليها المنطقة. هذا التحليل كيركز على 3 نقاط حارقة. أول نقطة كما استمعتم يعني تغيير قواعد اللعبة. كنا في المرحلة السياسية، دابا حنا ولينا في التصنيف الإرهابي. بولس ركز بزاف على أن هجمات السمارة هي محاولة إرهابية. هذا المصطلح عند أمريكا غالي بزاف، يعني أن الملف ما بقاش غير نزاع على الأرض، بل ولا ملف أمني دولي. ملي كنهضروا على التصنيف الإرهابي راه كنعنيو تجميل الحسابات وملاحقة القيادات، والأهم هو إعطاء الشرعية للمغرب باش يطهر المنطقة العازلة بصفة نهائية، وهو آت لا محالة. ثاني نقطة هي عزلة الخصوم والإجماع الدولي. المقدمة في هذا الفيديو وضح أن بولس هضر على إجماع دولي أوروبي عربي إفريقي ضد هذه التحركات. هذه رسالة مباشرة لنظام العسكر في الجزائر، كيقول لهم راكم وليتوا بحدكم، وأمريكا كتقول للعالم أن الحكم الذاتي هو الحل الوحيد لفوق الطبلة، وأي حاجة أخرى هي مجرد تشويش كيعرقل المسار السلمي. استمرارية الموقف الأمريكي، هذه نقطة مهمة. بولس هو مستشار ترامب، ولكن الموقف اللي عبر عليه هو النيت اللي بقات عليه إدارة بايدن. هذا الشيء كيعني أن الاعتراف بمغربية الصحراء ولا عقيدة ثابتة في واشنطن، ماشي مرتبط بالشخص الرئيس. هذا الاستقرار هو اللي كيخلي المغرب يتحرك ببرود الدم والثقة كبيرة في الميدان. اليوم متابعينا الكرام، كما شفتوا وسمعتوا، الوقت ديال الهضرة الخاوية والمناورات ولا اللور. حنا دابا في وقت الحسم. تصريحات مسعد بولس كتحط النقط على الحروف وكتقول للأعداء بلا اللعبة سالات. المرتزقة دابا دايرين بحال داك الديك المذبوح قبل ما يموت، وهذا الشيء اللي كيخليه يفرطط ويتركل. المغرب اليوم بفضل الرؤية المتبصرة ديال جلالة الملك محمد السادس خدام برزانة وبالقانون، ولكن في نفس الوقت يده على الزناد باش يحمي كل شبر من ترابنا. العالم كله ولا كيشوف شكون اللي كيبني وشكون اللي كيهدم وشكون اللي كيدافع على الاستقرار وشكون اللي كيمول الإرهاب. وفي الأخير كيبقى خيار واحد قدام هاد المرتزقة ومن يدعمهم، يا إما الاستسلام والانخراط في مقترح الحكم الذاتي، وإما التصنيف الدولي كمجرمين وإرهابيين، وما كاينش خيار ثالث. كنت معكم أنا سعيد من قناتكم ماروك ان تي في. شكرا على الوفاء ديالكم. قولوا لنا في التعليقات واش كيبان لكم بلا تصنيف البوليزاريو كمنظمة إرهابية قريب بزاف؟ جاوبونا الله يخليكم، وما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو باش العالم كله يعرف الحقيقة. الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. عاش الملك وعاش المغرب.